الجو ماله نايم كده يا واد يا سوسو؟ مش عارف يا معلم. ما تيجي ياض نفرفش الجو شويه. فرفش. ما تيجي نشوف. لو مشجع زملكاوي بتفتح عينك كده وبتبص حواليك ولقيت كل مواقع النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي عاملين احتفاليه النهارده، ما تستغربش. ابن اللعيبه يا فاجر. النادي الاهلي ومواقع النادي الاهلي بيوزعوا النهارده جاتوه حاجه ساعه، برضه ما تستغربش. الاستغراب الاكبر، في استغراب اكبر. النهارده هيحتفلوا بالذكرى السنويه للقاضيه. يا رب ارحمني بقى، عجل بأمري عجل بأمري عشان انا خلاص. هيعملوا حاجه بقى تدعو بقى للاستغراب الاكبر. ايه هو؟ شويه كلاحه جمال جدا اورجانيك. هتلاقيهم قبل الماتش، يعني كأن الماتش بيبدأ النهارده، هيحيوه كأنه بيتلعب النهارده. قبلها هينزلوا التشكيل بتاع الماتش وهيعيشوا مع الاهداف دقيقه بدقيقه. يعني كل اهداف دقيقه بدقيقه، هدف شيكابالا هيتفاعلوا معاه وهيزعلوا. مش إلك دعوة، الله الوكيل هزعل مني. وهتلاقوا منزلين بوستات دخل في مرمانا هدف يا عيني ويا رب نكسب. هيعيشوا. انا شفت الكلحه دي في الاحتفال الاولاني او السنه الاولى. كل الكلام ده هتعيشوا، وده الاستغراب الاكبر. ولا وما شاء الله يعني ايه بيندمجوا جدا. يعني السنه اللي فاتت انا لما شفتها لقيت اندماج غير طبيعي. يا دنيا ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ الادمن منزل وبيزعل، يقول لك شيكابالا سجل فينا هدف يا عيني والله يكون في عوننا ويا رب نرجع وركز معرفش يمين. هيعيشوا الاجواء دي. الذكرى السنويه للقاضيه. صيح طرب، صيح سمعني الطرب. اذا كان بيحتفلوا بالذكرى الاسبوعيه، يقول لك الجمعه رقم 4 مليار للقاضيه ممكن. استرها معانا يا رب يا رب. مش هيحتفلوا بالذكرى السنويه. هم خلاص ترسخت في دماغهم احتفاليه ومش هيسيبوها لابد الابدين. علي النعمة انت بتتكلم صح. ده اللي يدل على حاجه مهمه جدا، على عظمه واسم وعراقه نادي الزمالك. ما هو لو ما كانش هو فرحان ان هو كسبني بهذا الماتش الكفته، ذكرى سعيده، ذكرى حزينه جدا بالنسبه لكل زملكاوي، لان ده كان اكتر ماتش الزمالك كان يستحق فيه ان هو يفوز. ايه ده؟ الزمالك كان فورمه غير طبيعيه واحسن من الاهلي، وحتى الاهلاويه عارفين الكلام ده. تعبيط يالا ولا في ايه مال؟ لكن شاءت الاقدار ان احنا ما ناخدش البطوله دي، وشاءت الاقدار ان الاهلي السيء في هذه المباراه هو اللي يفوز، وتشيء اكتر ان موسيماني الكفتاجي هو اللي ياخد بطوله على حساب نادي الزمالك. صوت نباحك صوت صياحك يطربني. عشان تصبح يعني من اغرب المباريات في تاريخ كره القدم بالنسبه للزمالك، ان هو احسن افضل حظه سيء جدا. الكوره بتاعت زيزو اللي حضراتكم فاكرينها اللي جت في القائم ديت، الزمالك ما كانش يعني عمل كل حاجه في الماتش، ما كانش يستحق ابدا خساره هذه المباراه. ولكن على الناحيه الثانيه الاهلاويه بقى حلني ناس حد يرحمني من وقت ده. متاكد لو لنا في العمر بقيه هنلاقي احفادنا بيحتفلوا، وانا كده يعني اسناني بتقع هتلاقيهم برضه بيحتفلوا لك القضيه رقم كذا والجمعه رقم كذا. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ والذكرى رقم 4500. انا بقول لاجيالنا اللي جايه يا ريت يشوفوا الفيديو ده. احنا عانينا. وحضرنا الموضوع من بدايته، وشفنا حاجات غير طبيعيه. واللي يضحكك في الموضوع ده حاجه جميله جدا، يقول لك ايه؟ اصل الزملكاويه لو كانوا كسبوا الاهلي في نهائي القرن ما كانش هيبطلوا صياح. يا والله العظيم الضحكه دي طلعت من زوري من هنا. يعني احنا لو كنا كسبنا مش هنبطل صياح، امال انتوا بتعملوه ده ايه؟ سؤال وجيه من انسان تافه انما هنرد عليه. يعني انا مش فاهم يعني بصراحه، امال انتوا بتعملوه ده ايه؟ يقول لك اصل الزملكاويه لو كانوا كسبوا كانوا مش عارف عملوا فينا ايه. امال انتوا بتعملوا ايه؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. ده انت بتحتفل كل اسبوع مش كل سنه. يعني انا اصلا كده بالنسبه للذكرى السنويه بتاعت القضيه دي انا مش في دماغي. شوفني ازاي. ده بيحتفلوا بالاسبوع وباليوم وبالسنه وبالساعه وبالدقيقه، وهتشوفوا كل مواقع النادي الاهلي بتحتفل. بس دوت
اوعى يضايقك يا زملكاوي. تضطهدني ليه؟ مستعصبني ليه؟ اعرف ان انت كبير، واعرف ان الفوز عليك بيمثل الغير بطوله، واعرف ان هم عاملينه عيد بالنسبه لهم. بقول لك النهارده هتشوف، انا بقول لك من بدري هتشوف كل مواقع الاهلي وصفحات الاهلي هتعمل اهازيج واحتفاليه النهارده، وهتلاقيهم مندمجين جدا. مندمجين جدا. هتلاقي مثلا من اول الدقيقه كده، اول ماتش هو بيبدا كأن الماتش بيعيد نفسه، يعني هم هيعيشوا. ينزل لك التشكيل ويقول لك لعيبه الاهلي توجهت للملعب، وهيجي يقول لك لعيبه الزمالك توجهوا للملعب، وموسيماني بيستعد بص هتعيش كأن الماتش بتشوفه لاول مره النهارده. واللي عاجبني فيهم الاندماج الرهيب بصراحه. ايه رايك؟ اندماج غير طبيعي. يلا يا باشا اتكلح زي ما انت عايز واتفرجوا، وانا بس بقول لجمهور الزمالك يعني ما يستغربش، اتفرجوا بس وانت بتتفرج اوعى تزعل، اعتز بنفسك واعتز بزملكاويتك، وتاكد ان لولا ان انت زملكاوي ما كانش حد احتفل قدامك. واو فانتاستيك. واعرف ان انت ليك هيبه، وعشان انت اللي خسرت لازم غيرك يفرح، لان خساره الملوك مؤثره، وخساره الناس التقيله مؤثره. ولما حد يكسب بابا اللعبه لازم يعملوا عيد. ما هو انت لو فريق ضعيف او مالكش لازمه ما كانش تعمل عيد. لا واضح انك فاهم. فاعتز بنفسك يا زملكاوي ولا يهمك، واتفرج على المشهد كده واضحك ولا تضايق نفسك. شد الجوان يا محمد وادعي لي ربنا ياخدني. اما الاصدقاء الاهلاويه استمروا بس مردوده. قلتوا لو احنا اللي مكانكم كنا هنملى الدنيا صياح، انتوا مش مبطلين صياح اصلا. فيا ريت يعني لو بتحبوا حاجه نعملها احنا، يا ريت انتوا تبداوها، ويا ريت توقفوا موضوع القضيه ده. بص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعده. بصي الهي ما واروح عشان تثبتوا ان انتوا مش بتحبوا التحفيل. امال كنتوا خايفين مننا ليه ان احنا نكسب؟ اثبت ده، اوقف موضوع القضيه والاحتفالات والكلام من ده. مالكش دعوه، مالكش دعوه. بترفض الموضوع التحفيل والزيطه والكلام اللي انت بتقوله ده. اصل الزملكاويه دول بيزيتوا، اصل الزملكاويه دول بيأفوروا، اصل هم بيحتفلوا اوفر. طب ما تثبت ان انت احتفالك هادي. مالكش دعوه، مالكش دعوه. طب ما تثبت لي ده، وانا مش هزيط يا عم، وهنسى الماتش ده ومش هجيب سيرته، وانت كمان انساه وننسى احنا الاثنين، والدنيا تبقى جميله. لكن مش ذكرى سنويه واسبوعيه انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ وكل حاجه وقرنيه. انا متاكد هيعملوا القرن، يعني احتفال هيعملوا نادي القرن كده زي النادي الاهلي. مش الاهلي احتفل بالذكرى المئويه بتاعته بتاعت اتمام 100 سنه 1907، احتفل 2007. انا متاكد بعد 100 سنه الاجيال بقى اللي جايه ان شاء الله هتعمل ذكرى مئويه برضه للقضيه لوحدها. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطه، ما حد هيجيب لي جلطه غير ده.